نزلت تقريبا اكثر من فيديوهين عن دودي، اغلبكم بيعرف مين هي دودي وشفتوا اخر فترة شو صاير. يعني مع انه انا ما نزلت عليها فيديو بس اغلبكم بيعرف شو صاير. الفيديوهات الماضية اللي نزلت عليها انه هي كانت على اساس شالحة وما شالحة ومدري شو، بعدين هي تحجبت. طبعا هي لما تحجبت وعلى اساس تسترت ومدري شو انا ما نزلت عليها فيديو، قلت خلاص الله يهديها، مع انه انا بعرف شو جواتها بس قلت خلاص. وفعليا صار في عالم بالتعليقات صار تكتب لي انه مساح الفيديوهات وخلص البنت تابت. لك انا بعرف شو البنت اصلا، يعني انا بعرف البنت ليش هيك عم تعمل من البداية. فبهذا الفيديو رح نشرح لكم شو صار وهي ليش لبست الحجاب يعني، وشو صار معها وشو هلا صار معها يعني من جديد شو عم تنشر. رح نشوف مع بعض، فخلينا نبلش بالفيديو ونشوف شو مخبصة دودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك. رجعنا لكم يا جماعة الخير فيديو جديد، فيديو عن دودي. يا جماعة الخير هي البنت يعني قسما بالله ما بعرف شو بدي احكي لها، من وين طلعت هالبنت ما بعرف. طبعا مثل ما شفتوا اخر فترة نزلت فيديو انه هي على اساس تحجبت وتابت وصارت تحط ايات قرآنية وتحط انه هي بالجامع ومدري شو. وفعليا يعني مثل ما حكيت اول فيديو، والله في عالم صارت تكتب لي بالتعليقات انه عيب وحرام وخلص البنت تابت ومسح فيديوهاتها. لك ما صار لها يومين متحجبة البنت، مو مبين خيرها من شرها. بعدين اليومين اللي لبست فيهم الحجاب ما ضل فيديو ما نزلته وهي لابسه الحجاب. يعني الموضوع بالمره مو استغلال، لا عادي يعني هي تابت. طبعا راح احكي هالفيديو اكثر من حدا بس بدون ذكر اسماء، انه هي طلعت مع شخص بغض النظر مين هو، انه على اساس انه هو اللي نصحها انه تلبس الحجاب. طبعا هلا صارت موضه مع هالبنت بالذات، مو هي هلا اكسبلور طالع على التيك توك، فصار هلا اي مشهور بده يطلع مع البنت. المشكله كل العالم تعرف مين هو المشهور، يعني تعرف ماضيه كلياته. يعني هو مفكر حاله انه مرقت سنه او سنتين على القصه فانه خلص العالم نسيت، مع انه فيديوهاته موجوده على السوشيال ميديا كلها. فبصير بيطلع مع دودي انه على اساس بينصح انه تستري، حطي حرام، البسي الحجاب. العالم تعرف مين هنن، العالم بتعرف شو ماضيهم، بتعرف هن شو مخبصين بالسوشيال ميديا. وهلا جايين عم ينصحوا البنت. لا والبنت طلعت بتحكي لك انه انا بدي طعمي ابني ومدري شو، طلع عندها ابن كمان. طبعا هذا الشيء يعني كل العالم بلشت تعرفه بعدين. طلع المهم عندها ابن، وطلع زوجها متوفي بالحرب اظن، وضلت هي وابنها لحالها. وبتعرفوا انه بسوريا ما في كتير شغل وفي كتير يعني نسبة فقر بالبلد. فالبنت شو قررت تعمل؟ قررت تبيع حالها بس انه على السوشيال ميديا. يعني هي طلعت اكثر من لايف، العالم عم يقولوا لها انه ليش هيك عم تعملي وعم تبيعي حالك ومدري شو. طبعا يعني جستات طالعين معاها. فهي شو بتقول لهم؟ احسن ما اروح بيع حالي للعالم بالواقع انه خلص بنشر الفيديوهات وانا عرفان انه هن غلط. انا ما بعرف ليش العالم بتبرر لهيك اشخاص، يعني انه ليش شايفين هذا الشيء انه صح، انه هذا التبرير انه اوكي في فقر وفي خلاص يلا روحي بيعي حالك. ليش عم تبسطوا الامور للعالم؟ ما بعرف انا. يعني هلا اي انسان ما معه مصاري يروح يبيع حاله وعادي معذور، يعني انه خلص انه البلد فيها حرب يلا روح بيعي حالك. وانا اظن بالفيديوهات الماضيه ما بعرف اذا نسيان بس كمان ذكرت هذا الشيء، انه البنت هلا رح تصير تضل تعمل هذا الشيء، انه تشلع الحجاب ترجع تلبسه، ترجع تشلعه ترجع تلبسه مشان ما تطفي. لانه بتعرف يعني هيك العالم اللي بتطلع هيك بالشارع تبع نفس هاي البنت عيارا يعني فتره محدده ورح يرجعوا يطفوا، الا اذا هن عملوا شيء تاني خلوا العالم تبزع عليهم رح يرجعوا يطلعوا مره تانية. فللبنت هلا اخذها هاي الحجاب موضه، هلا بتشلع الحجاب ترجع بتلبسه، بتشلعه بترجع بتلبسه، بكره بتطلع لك بقصه حب، بكره مدري شو بتعمل. المهم البنت رح تضل تعمل شغلات يعني لحتى انا بشوف نهايتها البنت كتير وخمه. يعني عن جد دودي كتير عم تخبص، كتير عم تخبص. ولا رح ورجيكم اخر فيديوهات ناشريته. ومن بعد اذكروا يا جماعه الخير اللي ما بيحب يشوف هيك فيديوهات يطلع من الفيديو من هلا، لانه ما رح اقدر اغبش، لانه الفيديو كلياته بده تغبيش، معناته لازم اعمل هالفيديو كلياته. انتوا اكثر شيء عم تطلبوا مني اني انزل عن دودي، فهذا الفيديو ما رح يكون فيه تغبيش. فالعالم اللي بتتضايق من هيك مشاهد ما بعرف شو تسميها، مو مغريه يعني، هيك مشاهد مؤلمه، فاللي بتتضايق منك مشاهد من بعد اذا اطلعوا برا الفيديو. قبل ما يبدا المقطع اللي مو حاط لايك، بعرف انه طولت بالحكي كتير بس انه يعني اللي مو حاط لايك يحط لايك، خلينا نوصل الفيديو لاكثر من 5000 لايك. واللي مو مشترك كمان بالقناه خليه يشترك، ما ضل شيء حتى نوصل ل 200000 مشترك. وبس هلا خلينا نشوف فيديوهات دودي مع بعض. يا بارد ومثل الذليل انا فرودش محتاج، يا بارد ومثل الذليل وانا. هذا الفيديو هو قبل ما تشلح الحجاب. يعني شوفوا هي بتمهد للمتابعين، انه ما انه هيك مثلا بتكون بالجامع مع الخمار فجأة بتطج ثاني فيديو هيك بدون حجاب. لا هي هيك انه بتقرب للمتابعين، انه اوكي رقصة مع فتلة مع مدري شو. المهم بتمرة يعني انه انا في شيء قادم يعني لقدام. على كل نزلت هذا الفيديو، خلينا نشوف الفيديو القادم اللي نزلته يعني بعد هذا الفيديو بالضبط. ايدي للصلح وبقيت ماددها حدي وقف.
بسرعة يعني هي تاني فيديو، يعني شوف الفيديو اللي قبله بحجاب، تاني فيديو بسرعة بدون حجاب. يعني شو هالدودي دودي كم ما بعرف، يمكن انت اكتر شخص عملت عليه فيديوهات بالقناة، يعني ما راح بطلي انت، ما راح تتوبي ما هيك. لا وفي عالم كمان بيقعدوا بيلوموه انه وين هداك حكى معك ومدري شو، يعني انتم مصدقين هي القصه كلياتها؟ ترى البنت ما لها غبيه، يعني البنت ما انه عم يجي واحد مثلا يلعب بعالة او على اساس هديه والبنت بسرعه عم توافق، ترى هي البنت اذكى من اللي عم ينصحها كمان، هي عم تعرف تاخذ النصيحه من مشهور مشان يطلع معها اكسبلور، مشان هي على اساس انه تحطها بظهره انه هو اللي قال لي البس الحجاب، وهداك بيكون بده مشاهدات، بيكون طافي شوي وهي بدها مشاهدات، وبيطلعوا مع بعض المشاهدين على اساس بيصدقوا انه هداك هداها يا الله شو منيح، وهي البنت على اساس بسرعه هددت. وما بتشوفوا يعني البنت ما في يومين 3 ايام بسرعه بتشتغل الحجاب، بتطلع كم لايف بتجمع على اساس هيك انه العالم انه انا تبت، يعني انه عوضوني اعطيني مصاري، فبعد ما تجمع شويه مصاري بترجع بتشلع الحجاب، وهكذا لا الحياه رح تستمر هيك. وعلموا على كلامي بعد هذا الفيديو، يعني ما بعرف شغلة اسبوع اسبوعين راح تشوف البنت كمان رجعت لبست حجاب وكمان رجعت شلحته. بس هلا الفيديوهات اللي منزليتهم يعني فوق التوقعات، كتير مزوديتها بالفيديوهات هالمرة. هلا راح نشوفهم مع بعض الله يستر. بس من أول مرة شفتك حسيت كأني عارف انت لما الحلو بالبنت انه بتمهد، يعني مثل ما قلت لكم، يعني شوفوا هلا بعدت الكاميرا شوي، من شوي انه مقربه الكاميرا، انه اول فيديو بدون الحجاب مقربه الكاميرا على الوش بدون الحجاب تمام، الفيديو الثاني بعد الكاميرا مشان يبين طولها. يعني هلا خلينا نشوف الفيديو اللي بعده شو راح تعمل. يعني البنت ما بتحب تفاجئ متابعينها، لازم خطوه خطوه، يعني مشان لما تنزل فيديو هيك البومب يعني المتابعين ما يستغربوا. ده انا قلبي يتوجع شككني بده يا مدلع الدلع دلعني يا واد. يعني بالله بس بدي اسال سؤال، هلا هي البنت هلا هي لابسه اسود هي نفس البنت؟ هلا راح اورجيكم فيديو هي نفسها، معقول؟ سأقبل يا خالقي. هل هي البنت نفسها هذيك البنت؟ وترى ما في فترة زمنية بهالفيديوهات، يعني قريبين على بعض النشر. معقول لحق الشيطان يلعب بعقله وتشلح الحجاب وتعمل كل هذا الشيء؟ ما بعرف انتو يعني العالم المشاهدين المتابعين اللي بيطلعوا هيك فيديوهات، يعني لامتى رح تضلوا تصدقوا هيك نوعيات؟ انتو هيك نوعيات قاعدة عم تستغل هي المواضيع مشان المشاهدات، وهي بتطلع بكل وقاحة وبعين قوية على اساس انه هي عم تحكي بثقة انه انا عم طعمي ابني. شو عم تعملي انت؟ عم بيع حالي على السوشيال ميديا احسن ما بيع حالي بالواقع. يعني بتطلع يعني عن جد انا شفت لها لايف عم تقعد تناقش واحد، بتناقشه بعين هيك قويه، يعني انه انا ما عم بعمل شيء غلط، يعني انه انا عم جيب مصاريه من عرق جبيني. يعني قسما بالله هي البنت وكمان العالم اللي عم يطلعوا معه هلا كمان في مشاهير جديده لسه هلا رح ترجع تلبس الحجاب. يعني هلا قبل ما اصور فيديو يمكن امبارح شفت لها واحد طالع معها كمان هيك مشهور وعم يقول لها انه تغطي وسكري حالك من هون سكري حالك من هون، لك وهو ماضي معروف بالتيك توك كلياته، والعالم بتصدق انه شوفي شلون عم ينصحها، يا الله قديش منيح هو، وهلا هي رح تنتصح منه. يعني نفس السيناريو رح يصير يتكرر هلا، الا اذا الدودي شغلت مخها وجابت شيء ثاني. هلا بلكي دخلت بالحب مثلا، او ابنها صلى شيء مثلا لا سمح الله، او انخطفت، او والله ما بعرف. يعني هدول السيناريوهات بيطلعوا بعقل هدول العالم، يعني ما حدا بيقدر بيتوقع شو رح يطلع براسها. ممكن تنزل اي فكره بس مشان تجيب مشاهدات. وشوفوا هون لما رجعت لبست الحجاب الفيديو هذا جاب 2.5 مليون مشاهده، ولا رجعت شلحت الحجاب كمان المشاهدات رجعوا ارتفعوا، وراح تضل على الحال هيك مشان ما تطفي، على اساس مشان الطعم ابنه. يعني هلا من بعد الفيديو تبع عم الاسود رح ورجيكم شو المرحله اللي يعني اللي انتقلت لها دودي، اللي فاتت لها من جديد هلا. يا باردة ومثل الذليل انا برودش محتاج يا باردة ومثل. هذا الفيديو منشور قبل اليوم، يعني قبل يومين تقريبا من نزول هذا الفيديو، وهذاك الفيديو يعني ما صلى، يعني انتم يمكن قبل اسبوع كنتوا عم تحكوا لي عم ردة فعل عليها لبست الحجاب والله هداها، هيك بسرعه يعني باسبوع واحد لحق الشيطان يعني يعمل ويوسوس؟ ما بيلحق الشيطان، يعني حتى الشيطان ما بيلحق. يعني والله العظيم ما بعرف يعني هيك عالم قسما بالله غريبين، والله العظيم غريبين. وترى قبل ما تلوموا هي البنت، يعني هي البنت اللي على اساس عم تعرف حالها شو عم تعمل، قبل ما تلوموا ولا هي روحوا
يلوموا المشاهير اللي عم يطلعوا معاها على اساس عم يهدوها. ترى هدول المشاهير هن اللي عم يعطوها وش، هن اللي عم يرجعوا يطلعوها على الاكسبلور. هن بيكونوا طافين بدهم يطلعوا على ظهرها، وهي على اساس بدها تلاقي مشهور يطلع معاها، وهن بيطلعوا الاثنين مع بعض. روحوا لوموا المشهور اللي انتم رافعينه من البدايه قبل ما تلوموا البنت هي. انا ما عم دافع عنها، يعني ما بدي اقعد هلا اسبها كمان بالفيديو، بس مثل هيك نوعيات ما حدا بيقدر يطفيهم او يخليهم يتربوا غير انه العالم تتجاهلهم. العالم تتجاهلهم والمشاهير تجاهلوهم. يعني هلا هدول خلي العالم تتجاهلها لدودي مثلا، والمشاهير ما حدا يطلع معاها مع اساس مشان ينصحوها مشان يهدوها. واقسم بالله عيار بنت شهر بالكثير. اذا بتلاقوا بلايفها اكثر من 200 تعوا واعملوا اللي بدكم اياه فيني. هيك عالم ما في، يعني طالعين بس على اثاره الجدل، ما عندهم محتوى، ما عندهم اي شيء. عيارهم شهر بالكثير، ما حدا يعطيهم وش. اللايف تبعهم ما بيوصل 200، بس ما حدا عم يرفع هيك عالم غير المشاهير اللي على اساس عم يهدوها، وغير المتابعين اللي عم يتمسخروا عليها. إذا بتزت اللي حوت على قلبي رح بتفوت. إذا بتزت اللي حوت على يعني والله العظيم استغفر الله العظيم، بس والله العظيم استغفر الله العظيم. عن جد شو بدي احكي لهالبنت؟ يعني صرت مليون مره قايل بالفيديوهات، يعني انت حتى الذنب حرام فيكي يا دودي. انت هذا الحركات هي والفستان واللبس القصير ما عم يغري الشباب، ما عم يغريهم، عم يتمسخروا عليكي، كلهم عم يسبوكي يا دودي. يعني ما فيك شيء هيك انه انوثي كتير بيغري، دلع ما دلع. انت الواحد لما عم يطلع اللايف عم يحكي لك كلمه هيك عم يطول لسانك. يعني ما فيك شيء هيك انه بناتي، ما فيك شيء من البنات اصلا دودي. فانه تطلعي بهدول الفيديوهات وتلبسي قصير وعلى اساس عم تغري الشباب، والله ما عم تغري حدا يا دودي. قسما بالله اللي شايف اللحمه واللي مو شايف اللحمه ما عم تغريه. يعني لا تحاولي انه تعملي هيك ما عم تقدري. يعني بكل فيديو عم تقصري وعم تعملي حركات ما عم ينفع يا دودي. ما في فائدة، ما في جدوى، الشعب مو طايقك. ورجاني يا جماعة الخير لا حد يجي بالتعليقات يقول لي انه لا تقس عليها بالحكي. هيك عالم شو متوقعين منهم؟ هيك عالم عم يستغلوا الدين اشكره قدام العالم بس مشان المشاهدات. بتلبس الحجاب اسبوع واحد على اساس بتروح على الجامع الاموي وبتتنقب ومدري شو، ما في بعد اسبوع بتلبس هذا اللبس اللي عم ورجيتكم اياه. يعني هيك عالم شلون بدكم تحترموه، شلون بدكم تتأدبوا معهم بالحكي. شوفوا هذا الفيديو كمان هلا نشريته ما بعرف كم ساعة يمكن منشور هذا الفيديو، ما بعرف شو عم تعمل البنت. شوفوا الفيديو. مقهورين منك يا اللي راعبهم اسمك، مقهورين منك يا اللي راعبهم اسمك، ما قدروا دودي شو هالحركات دودي؟ شو هدول؟ يعني هدول حركات انه عم تغري، عم تغمي للواحد. شو عم تعمل يا دودي؟ قسما بالله يا زلمه والله ما بتغري الواحد. هلا جيبوا زلمه عمره 40 سنه مو شايف مره بحياته ومو متزوج، حطوا له دودي لا حتى ما يتزوج لبين ما يموت. دودي شو عم تعملي؟ شو هالحركات هي هيك وعم تنزلي وتتغمي دودي؟ شو لا تقولي لي هيك عم تغري الشباب دودي. يعني شوفي التعليقات، بس القي نظره على التعليقات، انت كله عم يسبك. طب يعني بدك تنزل هيك فيديوهات تخفي التعليقات ولا بيخفوا تفاعل الفيديوهات دودي؟ يعني انت كتير ما بعرف مين اللي معلمك على التيك توك دودي. عم تشتغلي كل شيء صح ما شاء الله، كل شيء صح. هلا يا جماعه الخير بهذا الفيديو بدي اياكم كلياتكم تكتبوا بالتعليقات شو متوقعين مثلا بعد اسبوع دودي تصير. يعني شو متوقعين الحاله مثلا ترجع تتحجب، ولا يصير مثلا معها حادث، خطف، ابنه يصير له شيء، الامن العام على اساس يفوتوا على بيته. شو الشيء اللي بده يصير مع دودي؟ لازم تتوقعوا بالتعليقات. اي فكره تافهه، اي فكره فيها رخص، اي فكره ما فيها هيك تعب 1% طرحوه تحت بالتعليقات، لانه هدول الافكار هي اللي دودي بتقعد بالليل هيك بتفكر فيهم انه شلون بدي اجيب مشاهدات وشلون خلي العالم تبزع علي، وبتقعد تنشر للعالم وخوض على العالم على مسبات وعلى ذنوب عليها. قسما بالله صفحتها على التيك توك بتنزلوا هيك بتلاقوا مثلا الرقص، بتنزلوا هيك بتلاقوا مثلا اوكي مستره بس مو لابسه حجاب، بتنزلوا كمان شوي. طبعا ما فيها الفيديوهات تقريبا 6 فيديوهات بالكثير، يعني هي الحاله بتطول عليها 6 فيديوهات تقريبا. بتنزلوا تحت بتلاقوا بحجاب عادي عم ترقص، بتنزلوا تحت بتلاقوا بحجاب متحشم يعني ما عم ترقص، موزنه شوي يعني. بتنزلوا تحت بتلاقوا بنقاب، بتنزلوا كمان شوي لتحت بتلاقوا بالجوامع، بتنزلوا لتحت بتلاقوا شرعيه الحجاب. يعني هيك صفحه دودي حرفيا كل اسبوع مود شكل على حسب المود وحسب المشاهدات. اما تحكي لي قصه هدايه وما هدايه وعم تتوب يا رب العالمين، ما في هدايه ولا 1%. ما في انسان كل اسبوع بيصير شيء. اسبوع بيلبس
الحجاب وبيرقص، اسبوع بشيل الحجاب، اسبوع بيتنقب. ما في يعني ما في هدايه بتصير هيك. فما بعرف لدودي عن جد قسما بالله البنت ما بعرف شو بدي احكي لها. احكي لها الله يهديها، وانا عرفان انه هي كثير بتعرف حالها شو عم تعمل. ما بعرف شو بدي احكي لها للبنت. يعني حيرت العلماء، حيرت الشعب، حيرت الدنيا كلياتها دودي. على كلين يا جماعه الخير اكتبوا لي تحت بالتعليقات يعني شو رايكم بهالبنت، يعني شو الحل مع هالبنت. معقول حدا مثلا يروح ما بدي احكي كلمه هلا يعني حضر الفيديو، بس شو الواحد يعمل فيها لحتى توقف. بس انا خدوها مني هي الكلمه لقدام، انه تتوقعوا دودي تصير شيء بالمستقبل، انه شيء تحسن حالها بالسوشيال ميديا، مستحيل. هالبنت رح تضل هيك تجمع مصاري وتختفي، يا اما رح تضل هيك طول عمرها. بس انه تعمل شيء بعدين العالم تستفاد منه على اساس مستحيل. البنت رح تضل هيك، رح تضل هيك. على كل ان شاء الله يكون حكي غلط، وان شاء الله يهديها للبنت. يعني ما بعرف واحد شو بده يحكي لها. بس فبس يا جماعه الخير لهون بيكون صرنا نهايه الفيديو. اذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك، خلينا نوصل الفيديو لاكثر من 5000 لايك. واللي مو مشترك كمان بالقناه خليه يشترك، ما ضل شيء لحتى نوصل ل 200000 مشترك. واكتبوا لنا كمان تحت بالتعليقات شو بدكم الفيديوهات الجايه تكون، يعني مشان تساعدوني اكثر، مشان انه ما اقطع على القناه اكثر. وحساباتي كمان بالتواصل الاجتماعي لو كلياتها بالوصف. اي فكره تحبوا انه نشوفها، اي فيديو بتحبوا اني اعمل عليه رده فعل، ابعتوا لي اياها على انستا وعلى التيك توك. او اذا عندكم افكار جديده او افكار غريبه بدكم يعني اعمل عليها رده فعل او شوفوا الفيديوهات تبعها، ابعتوا لي اياها على انستا وعلى التيك توك. وبس يا جماعه الخير، دمتم ما دام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.